أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فقال أن المؤمنين كلها هذه الأمة هي أمة واحدة تجمع كل أفرادها مسائل وأمور واحدة، هو أنهم يعبدون إلها واحد ويتبعون سنة نبي واحد وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبلون قبلة واحدة في عبادتهم في صلاتهم، ويحجون إلى مكان واحد في عبادتهم في عبادة الحج، وتوحدهم ويوحدهم كتاب واحد هو القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فكل هذه الأشياء هي التي تصنع من هذه الأمة أمة واحدة توحدها العقيدة وتوحدها الشريعة ويوحدها كتاب الله وتوحدها عبادة الله وحده دون غيره. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين لنا كذلك أن هذه الأمة لتكون أمة خير أمة أخرجت للناس عليها أن تقوم بواجب هو من الواجبات الكبرى التي تتأسس عليها أفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم، وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. ثم بين أن هذه الأمة بهذا الأمر بهذا الفعل وهو الأمر بالمعروف هي أفضل الأمة، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل هذه الأمة هي من أفضل الأمم. وعندما قال الله سبحانه وتعالى كنتم، ليس معناها أن كنتم في السابق والآن لستم كذلك، وإنما هو بمعنى أنكم كنتم في علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكونوا هذه الأمة التي فضلها على بقية الأمم بأمرها بما تقوم عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. هذه إذن بعض الإجابات التي أجاب بها القرآن على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر، التي جاءت سواء فيما يتعلق بأمور العقيدة أو بأمور الشريعة لتبين للناس ولتجيب الناس عن حاجاتهم الفطرية، الحاجات المعرفية التي يتممون ويكملون بها جمال نفوسهم ومعارفهم الذاتية، وكذلك تجيب عن حاجاتهم الفطرية العملية التي بها يكمل مجتمعهم ويبلغ الدرجات العليا في سلم الحضارة الإنسانية. الآن كيف يكون هذا التغيير النفسي، وكيف تم على أرض الواقع هذا التغيير النفسي والتغيير المجتمعي، هذا التغيير المعرفي وهذا التغيير العملي الذي نعرفه من السنة، من قراءتنا للسنة النبوية وسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى قد أتم التغيير المعرفي للذات في النفس للذات الإنسانية طيلة 13 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ربه في مكة. فطيلة هذه السنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الآيات التي تبين العقيدة، تبين لهم حقيقة الألوهية وحقيقة الربوبية، وتبطل الباطل الذي يدعيه المشركون من أن الله سبحانه وتعالى له شركاء من الجن أو من الإنس أو من البشر أو من الأصنام أو من النجوم والكواكب التي كان يعتقدها الكثير من الناس قبل مجيء الإسلام. فجاءت هذه الآيات والصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الفترة المكية
لتثبت عقيدة التوحيد وتغير ما في أنفس الناس من عقيدة الكفر والشرك والنفاق وغيرها من العقائد الفاسدة، وتستبدلها بعقيدة التوحيد وعقيدة الحق وعقيدة العقل والعدل والعلم، العلم الصحيح القائم على العلم الإلهي الذي هو عالم كل شيء والذي علم كل شيء في هذه المخلوقات سواء على الأرض أو في السماء. فالتغيير تم إذن عن طريق الآيات القرآنية التي نزلت طيلة الفترة المكية، فكان هذا التغيير هو التغيير النفسي العقدي على مستوى العقيدة. ثم جاء بعد ذلك التغيير المجتمعي عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة رضوان الله عليهم. بعد الهجرة بدأت تنزل أحكام الشريعة شيئا فشيئا، بدأ الله سبحانه وتعالى يبين لهذا المجتمع الذي تكون في المدينة، مجتمع المؤمنين المسلمين المتقين الصالحين، بدأ يبين لهم كيف يعيش حياة الإسلام، كيف يكون المسلم مسلما مؤمنا لا فقط على مستوى الفرد ولكن كذلك على مستوى الاجتماع، على مستوى مجتمعي، كيف يبني علاقاته الاجتماعية على أساس الإيمان والتقوى وعلى أساس الأحكام الشرعية التي كانت تنزل، وعلى أساس احترام ضوابط ومتطلبات الإيمان من الانتهاء عن جملة من المحرمات والمخالفات والمعاصي التي هي من المهلكات، ليس فقط مهلكات لذات الإنسان ولكن مهلكات للمجتمع كله. ففي الفترة المدنية نزلت الآيات التي بها تم التغيير المجتمعي من مجتمع الجاهلية الذي كان قائما على علاقات التناحر والتنازع والخديعة والكذب وعلى وقت البنات وعلى الخداع والغش وغير ذلك، إلى مجتمع المؤمنين الصالحين، مجتمع العدل والحرية والعلم والتآخي والتحابب والإيثار والصدق في المعاملة وفي القول وفي العقيدة. هذه كلها معاني جاءت بعد الهجرة لتتمم ما هو من حاجات الإنسان الفطرية التي هي حاجته إلى أن يبني مجتمعا مؤمنا مسلما فاضلا متقدما تقدما كبيرا في سلم الحضارة الإنسانية. الآن في مجتمعنا الآن نقول عليه معناها قد يتساءل المتسائلون الآن قد أتم الله سبحانه وتعالى شريعته وعقيدته وبين عقيدته في القرآن بدليل قوله تعالى في آخر الآيات التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية تبين أن الشريعة قد تمت والدين قد تم، والعقيدة معاني العقيدة والمعارف المتعلقة بالعقيدة كلها قد بينها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم على مدى 13 سنة في مكة وعلى مدى 10 سنين في المدينة. إذن فكيف يمكن أن نقول، قد يقول بعض الناس إذن بما أن الشريعة قد بينت وتمت فعلينا الآن على كل الناس أن يتبعوا كل ما جاء في كتاب الله من أحكام، من نواهي، من أوامر، من حدود إلى غير ذلك. ولكن هذا الأمر لا يستقيم، لأننا فقط عندما نقرأ، عندما بينا أن الله سبحانه وتعالى
نزل يعني آيات العقيدة لتثبيت العقيدة على مدى 13 سنة. فذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النفوس البشرية لا تتغير بين عشية وضحاها، لا تغير الذات النفسية ما فيها من العقائد الفاسدة هكذا طفرة تغييرا بطفرة بين عشية وضحاها أو في مدى شهر أو في مدى سنة. ولكن ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد صرفنا الآيات للناس. معناها الله سبحانه وتعالى يكرر في كثير من الآيات نفس المعاني، ولكن بتعبيرات أخرى وبإضافات أخرى، معناها بين كل آية وآية، ولكن فيها تكرار. الإنسان يقول علاش هذا التكرار؟ وليس هذا ليس فيه معناها شيء جديد. لكن نقول أن طبعا الآيات القرآنية هي آيات محكمة، والله سبحانه وتعالى لم ينزل الآيات إلا لحكمة وفيها بلاغة وفيها يعني حكمة. ولكن الشيء الذي يمكن أن نعتبره في تكرار هذه الآيات وتصريف الآيات وإعادة ذكرها بمعاني مختلفة وبأوجه مختلفة، لأن الأنفس بحاجة إلى أن تكرر عليها المعاني حتى تتغير عقيدتها ويتغير فكرها ويتغير طباعها. مثل الحشر، عندما تريد أن تنقش عليها كتابة يجب عليك أن تمرر هذاك يعني الحديد على الرخام عدة مرات، معناها عشرات المرات، باش تستطيع أن تحدث فيه ذلك الأثر وتحدث فيه ذلك الحرف الذي تريد أن تحدثه في ذلك الرخام. كذلك النفس ليس من السهل أنك تحدث فيها شيء هي طبعت عليه. النفس التي طبعت على الشرك وعلى الكفر وعلى النفاق وعلى الظلم وعلى الجهل ليس من السهل أنك تغيرها إلى طبع جديد قائم على التوحيد وعلى العلم وعلى الاستقامة وعلى التقوى. هذا كله يستدعي أن تكرر عليها وتعيد عليها، كما يقولوا في المثل العام، يقول كلمة في الصباح وكلمة في العشية ترد مثل ما يهودية. معناها الإنسان بإعادة الكلام بتكرار الكلام هذاك الذي يحدث التغيير النفسي في الذات الإنسانية. فالزمن وعامل الزمن وعامل معناها تكرار الأحداث وتكرار التبيان والتأكيد على المعاني هذه في كل المناسبات هو الذي مطلوب منا اليوم على أن نراعيه في سعينا لتغيير ذاتنا وتغيير ذات الناس الذي نريد أن ندعوهم إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام. علينا أن لا نستعجل، علينا أن نأخذه بالرفق وأن نعتبر بضرورة أن تغييرهم هو تغيير يتم بالتدرج وليس طفرة واحدة. وكذلك التغيير في المجتمع، تغيير الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني كان على مدى يعني 10 سنوات. وحتى الأشياء التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرمها من المفاسد المفسدة للمجتمع مثل الخمر نزل تحريمها على أطوار، فتحريم الخمر نزل على 3 أطوار، وكذلك تحريم الربا نزل على 3 أطوار. فالله سبحانه وتعالى قال في تحريم الخمر أول ما نزلت الآية قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني الناس يتساءلوا
شنو هي هذه حقيقة الخمر هذه؟ وهم يعرفوا أنها من الأشياء الخبيثة التي يستنكرها حتى العقل قبل أن يستنكرها الشرع. الناس يسألوا في النبي صلى الله